عودوا نفسكم على دخول كل موسم تعملوا تنظيف عميق للشقة. صدقوني بيفرق جدا جدا، وتعملوا تغيير ولو بسيط، حاجة بسيطة قوي 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 في الشقة هتفرق جدا معاكم. زي مثلا كتغيير ستارة، زي مثلا تغيير ديكور معين. الحاجات دي بتفرق قوي قوي قوي. التنظيف العميق اللي احنا بنعمله في بداية كل موسم بيسهل عليكي بقية الأيام وبقية الشهور. زي ايه؟ زي مثلا دخول المدارس بنعمل ليه تنظيف عميق، ده تنظيف موسمي. زي مثلا بنغسل مثلا في التنظيفات الموسمية دي مثلا، أو التنظيفات العميقة أوي دي بنغسل فيها. زي مثلا احنا بنغسل عندكم المراتب دلوقتي أنا بغسلها بطريقة حلوة جدا جدا جدا. بتنضفها وبحاجة، يعني بصوا، بحاجة بسيطة موجودة في كل بيت بتنضف المراتب وبترجعها جديدة معاكي. ومش دايما احنا على طول بنغسل المراتب عندنا في التنظيفات العميقة، فدي ممكن في اللي هي التنظيفات الموسمية زي ما بقول لكم كده بالظبط. في حاجات كده بنعملها لازم بنعملها كل موسم، دي لازم بتتعمل. تفرق جدا جدا في نظافة بيتك، تفرق جدا جدا في نظافة شقتك، تفرق جدا جدا في الشكل وفي النفسية كمان. حاجات كتير جدا بنعملها. زي ايه؟ زي مثلا غسيل السجاد، ده برضو بيتغسل غسيل موسمي، يعني من فترة للتانية.